السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نرحب هنا معي في الاستوديو بالصحفي سعيد العفاسي وايضا المختص في شؤون الشرق الاوسط علي واكد. اهلا ومرحبا بكما. اولا يعني علي، كيف يمكن قراءه هذا الاعتراف يعني تحديدا في مثل هذه الفتره الزمنيه؟ يعني كان متوقعا ادهم. العام الماضي وزيره الداخليه الاسرائيليه ايلت شكيد في حكومه بنت لبيد كانت في المغرب وقالت شفهيا ان اسرائيل تعترف بسياده المغرب على الصحراء، لكن تصريح شكيد طبيعه الحال لم يكن موقفا رسميا لدوله اسرائيل، لم يكن هناك اعلان بيان رسمي صادر عن الحكومه موثق في السجلات الحكومية الرسمية. أيضا في سلسلة من الزيارات التي قام بها مسؤولون إسرائيليون في الأشهر الأخيرة، وآخرهم كان رئيس البرلمان الإسرائيلي رئيس الكنيست أمير أوخانا، والذي ينحدر لعائلة من أصول مغاربية، قال أن إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء مرة أخرى. لم يكن هذا يعني هو قال موقفه، وقال أنه يأمل أن يأتي بنيامين نتنياهو قريبا ويجعل هذا الاعتراف رسميا، وهو ما حصل الآن. السؤال أدهم الكبير، هل هذه الخطوة الإسرائيلية منسقة مع الجانب الأمريكي على اعتبار أن اتفاق السلام الإسرائيلي المغربي هو عمليا اتفاق ثلاثي إسرائيلي أمريكي مغربي، بموجبه تعترف الولايات المتحدة التي كان يقودها آنذاك الرئيس ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، مقابل أن تعيد المغرب علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم. منذ دخول إدارة بايدن يشعر الجانب المغربي أن الولايات المتحدة تتملص وتتهرب من التزاماتها، والمتمثلة بأمرين أساسيين: عدا عن تأكيد الاتفاق وتحويله إلى الاعتراف وتحويله إلى رسمي، فتح قنصلية لها في الصحراء، واثنان إنشاء صندوق للاستثمارات لإقامة مشاريع اقتصادية في المغرب. حتى الآن إدارة بايدن تتهرب وتبقي وكأنها تبقي الموقف الأمريكي على سابق عهده، أن الولايات المتحدة تنتظر عمل البعثة الأممية التي تؤيد فكرة الاستفتاء في الصحراء، بينما موقف المغرب الرسمي هو الإبقاء على الصحراء مغربية وإجراء وإعطاء الصحراويين حكم ذاتي لهم. نعم، ابقى معي. يعني دعني أرحب أيضا بالصحفي رضا بنيس الذي ينضم إلي من مدينة الصويرة من المغرب. مرحبا بك عبر خدمة سكايب. بداية يعني ما هي أبرز ردود الفعل المغربية بعد هذا الإعلان الرسمي؟ نعم، إذا سأعود إليك بعد قليل. يعني نعتذر عن هذا الخطأ التقني. يعني سيد سعيد، مجددا أولا مع الإعلان الرسمي يعني تزامن أيضا احتجاجات أو معارضة من قبل أحزاب المعارضة لاتفاقية السلام خلال الفترة الأخيرة، أيضا لاتفاقية السلام مع إسرائيل. كيف يعني يمكن ربط ذلك، وهل فعلا سيأثر هذا القرار أيضا على موقف المعارضة؟ مساء الخير أدهم. أعتقد بأن هذا الملف لا يمس المعارضة بصلة ليس لها دخل في الموضوع. لماذا؟ أولا، الحزب الاشتراكي الموحد الذي قال بأنه يعارض مسألة تطبيع أو استئناف العلاقات مع إسرائيل ويعارض إقامة قمة النقب في المغرب، هو يمتلك صوتا واحدا فريدا في البرلمان المغربي، يعني لا تأثير له داخل المجتمع ولا حتى على القرارات التشريعية في البرلمان. ثم عندما ننظر إلى حزب العدالة والتنمية الذي ينادي في الأخير بسحب التطبيع أو إعادة استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، هذا الحزب هو الذي وقع هذه الاتفاقية إبراهيم في عهد حكومة سعد الدين العثماني، وبالتالي هذا التلاعب بالدبلوماسية المغربية مرجوع إلى هذا الحزب الذي وقع، وبالتالي لن يكون تأثيرا للمعارضة، لأن المعارضة حسمت أمرها وهي ساندت بأغلبية اتفاقية إبراهيم. ثم يجب أن ننتبه إلى السياق الذي جاء فيه رسالة نتنياهو. جاء أولا قبل بأسبوع تم إعادة دافيد غوفرن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب إلى الرباط، ثم قبل ذلك اليوم تم الإعلان على تعيين ملحق عسكري إسرائيلي لدى المغرب، وهذه رسالة قوية. ثم مكالمة نتنياهو لبايدن، وأكيد كانت محور الصحراء داخل هذا الحديث، بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ينظران إلى التغلغل الإيراني داخل منطقة دول الساحل الصحراء، وهذا يجب أن يدق له ليس ناقوس فقط وإنما آلاف النواقص، لأن تواجد إيران في هذه المنطقة طبيعي، وتواجد حتى حزب الله داخل هذه المنطقة الذي دخل من بوابة الجزائر، يجب أن ينبه الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل. قبل أن أعود إليك بسؤال هام يعني يتعلق أيضا بالأزمة الداخلية في إسرائيل، وأيضا لربما هذا المفتاح بالنسبة لنتنياهو للاتصال مع الرئيس الأمريكي، هل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجولته الإفريقية وتحديدا لقاءاته التي كانت يعني أيضا مع مسؤولين في السودان جعلت أو دفعت دعنا نقول باتخاذ هذا الموقف تحديدا في مثل هذه الفترة الحساسة؟ لا أعرف إن كانت هناك علاقة مباشرة، ولكن لا شك أن النشاط الإيراني المستمر سياسيا وعسكريا في القارة الأفريقية وتحديدا في منطقة الساحل، وتحديدا كل التقارير عن تعاون إيران مع جبهة البوليساريو، كلها تدفع الطرفين الإسرائيلي والمغربي إلى تقوية العلاقات فيما بينهم. بما أننا نتحدث عن علاقات استراتيجية بالنسبة للدولتين، نذكر أن أولى الزيارات التي كانت لمسؤولين إسرائيليين بعد توقيع اتفاقية التطبيع قبل تقريبا 3 سنوات كانت لمسؤولين عسكريين، حتى زياراتهم جاءت استبقت زيارات
إدارة المستوى السياسي الإسرائيلي، وإعلان الجيش اليوم عن تعيين ملحق عسكري له في المغرب هذه إشارة واضحة على أن البلدين يعني يعمقان التعاون الاستراتيجي، التعاون العسكري فيما بينهما، وعنوان هذا التعاون بلا شك هو إيران وهو حزب الله كما قال الزميل سعيد أدهم. سعيد، يعني مرة أخرى في هذا السياق، هل يمكن إسرائيل تتحدث كثيرا عن تطبيع العلاقات مع السعودية وأيضا يعني تطبيع العلاقات مع دول عربية، والعلاقات المغربية السعودية هي يعني علاقات جيدة وممتازة، يعني هل يمكن أن يؤثر ذلك أو لربما هذا الاقتراح على علاقات المغرب مع دول عربية وفتحها أمام إسرائيل مستقبلا؟ لا أعتقد أن هذا سيؤثر، لأن علاقة المغرب مع إسرائيل علاقة خاصة، وعلاقة السعودية مع إسرائيل علاقة مختلفة، والاستراتيجية وحتى الدبلوماسية تختلف مع هذه الدول، وبالتالي لا يمكن خلط هذين الملفين، الملف السعودي والملف الإسرائيلي والملف المغربي والملف الإسرائيلي، لأن لكل ملف له حيثياته ويجب أن تدرس من الإيواليات وليس من على السطحيات فقط. ثم اعتراف نتنياهو هو ليس فقط اعتراف دبلوماسي، وإنما هو اعتراف استراتيجي يعمق التواجد داخل منطقة دول الصحراء. وعندما نتحدث عن دول منطقة الساحل والصحراء نتحدث عن التعاون الخليجي المغربي الموجود في منطقة إفريقيا، ونتحدث كذلك على الدول الخليجية التي تريد إسرائيل أن تربط علاقات متينة معها، أو بالأحرى تطبيع العلاقات. هذه الدول تساند سيادة المغرب جهارة بالليل والنهار، وتساند سيادة المغرب على الصحراء. سيد علي، يعني هل يمكن ربط، أو دعنا نقول نتنياهو يوصف بالساحر، هل يمكن القول بأنه يعني وجد هذه المرة فرصة حقيقية ومفتاح لفتح الباب في البيت الأبيض من خلال الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟ لا، السؤال هل فتح الباب أم هل يعني عقد مهمته، رغم أن قبل قليل كان هناك أنباء في إسرائيل عن أن في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبين بايدن وجه له الرئيس الأمريكي دعوة قريبة لزيارة واشنطن دون تحديد هذا الموعد. يعني مع كل الاحترام لما قاله السيد سعيد، جاءت بسبب الاعتراف. لا علاقة لملف الصحراء. وأنا حتى أعتقد أن ملف الصحراء والمغرب والعلاقة الإسرائيلية المغربية لم يتم تناولها في المكالمة الهاتفية التي جرت بعد ظهر اليوم بين بنيامين نتنياهو وبين بايدن. ما أعتقده أن لم يكن لإسرائيل أن تقوم بهكذا خطوة دون أن يعني تكون هناك على الأقل إبلاغ للجانب الأمريكي أو تنسيق معه. نحن نتحدث عن رسالة أدم، نحن لا نتحدث عن قرار إسرائيلي في الدقائق الأخيرة، نحن نتحدث عن رسالة خطية رسمية، بمعنى أن الرسالة صدرت قبل عدة أيام ووصلت قبل أيام، ولاعتباراته قرر الديوان الملكي في المغرب اليوم نشر هذه الرسالة. ولا أتخيل أن تكون إسرائيل ونتنياهو تحديدا أقدموا على هكذا خطوة دون تنسيقها مع الجانب الأمريكي. لكن لا علاقة للزيارة، لا علاقة للأمريكي. لو كانت ستزعج الجانب الأمريكي لربما تريث رئيس الوزراء بعض الشيء. باعتقادي لو كانت ستزعجه لم يكن ليرسلها، أو لم يكن للجانب المغربي أن يفصح عنها. ولكن هذا تحصيل حاصل كانت ستحصل عاجلا أم آجلا. لإسرائيل لم تكن أي مشكلة بالاعتراف في سيادة المغرب على الصحراء. موقفه كان أنه يجب أن لا نغرد خارج السرب، وأن نبقى في الإجماع الغربي الذي يعني يميل للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء دون أن يسعى لتوتير العلاقة مع الجزائر. عودة إليك وأنا أرحب بك مجددا الصحفي رضا بنيس، أنت تنضم إلي من المغرب. يعني بداية ما هي أبرز ردود الفعل المغربية بعد هذا الإعلان؟ مساء الخير أدهم، مساء الخير الجميع. أكيد أن ردود الفعل هنا في المغرب إيجابية لهذا القرار. الكل كان ينتظر هذه اللحظة، كانت لنا الفرصة هنا بمكتب i24 نيوز في المغرب للقاء مسؤولين إسرائيليين خلال زيارتهم هنا، والسؤال كان دائما يطرح نفسه بشدة: ما هو الموقف الرسمي لإسرائيل بخصوص مغربية الصحراء؟ وكلهم كانوا يقولون بإجماع أنه يساندون موقف المغرب ويعترفون بمغربية الصحراء، في انتظار أن يتم الاعتراف الرسمي عن طريق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو الشيء الذي حدث اليوم. الكل كان ينتظر هذا القرار، الكل كان ينتظر أن يسمع هذا القرار، لكن من الجانب الأمريكي كما تحدثتم هذا القرار وتوقيع اتفاقية أبراهام كان في آخر أيام الرئيس الأمريكي السابق ترامب، وهو الجمهوري الآن بايدن بعد صعوده للبيت الأبيض أكد موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الاعتراف بمغربية الصحراء الأكيد تحت مظلة الأمم المتحدة. فبالتالي اليوم موقف إسرائيل مع المغرب واعترافها بالصحراء بشكل كبير هذا يعزز من العلاقات الثنائية بين الطرفين. نعرف أن خلال الأشهر الماضية والسنتين الماضيتين تم توقيع عدد كبير جدا من الاتفاقيات في عدة مجالات بين الدولتين، في المجال الاقتصادي، في المجال العسكري، في المجال التكنولوجي. فبالتالي اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء والتفكير في فتح قنصلية بمدينة الداخلة المغربية فهذا بحد ذاته سيزيد ويسرع من الوتيرة. أتواجد اليوم بمدينة الصويرة المغربية، هذه المدينة تعتبر إن صح التعبير عاصمة المغرب من ناحية اليهود المغاربة، بحيث عدد كبير جدا من اليهود المغاربة ينحدرون من هذه المدينة التي نتواجد بها. فبالتالي هناك ارتياح كبير جدا لهذا القرار في انتظار ما سيأتي من اتفاقيات وتبادل بين البلدين خلال الأيام المقبلة. نعم، رضا بنيس صحفي في قناة i24 نيوز، أشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من
مدينة الصوير، وأيضا شكر موصول للصحفي المغربي والمختص أيضا في الشؤون المغربية سعيد العفاسي، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكر موصول لك سيد علي واكد المختص في شؤون الشرق الأوسط.